بداية دعوني أتوجه بالتحية والتقدير لمجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بفندق شرطة القاهرة بكل رجالها وهيئة مكتبها وأعضاها الموقرون ففتحت خير بعون الله. أعزائي موظفي فندق شرطة القاهرة المحترمون، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم السبت الموافق 16/1/2016 نجري حوارا لمجلة قلب الحدث الإعلامية مع السيدة الأستاذة منى نجيب يوحنا من قسم الكازينو، وقد تبوأت المركز الأول على مستوى المسابقة في الشخصية المثالية عن سنة 2011. والسيد الأستاذ الموقر عادل عنتر عطلة عبد الله ويعمل بإدارة الكازينو الشخصية المثالية عن شهر أغسطس 2013. وقد تبوأ أيضا المركز الأول على مستوى المسابقة لاختيار الشخصية المثالية الأستاذ الموقر نجدي محمد عطية، وكان يعمل بالقسم الياباني وعمل بأقسام متعددة بالفندق لكفاءته ومهارته، ونكرمه لحصوله على الشخصية المثالية عن سنة 2010. وبمناسبة خروجه للمعاش التقاعدي نتمنى له دوام الصحة والسلامة. أستاذة منى، كلمة توجهيها لمجلة قلب الحدث الإعلامية المشرفة على المسابقة ودورها التنويري والإعلامي، ماذا تقولي لها ورئاسة تحريرها وما تقييمك لها؟ هي يعني مجلة قلب الحدث دي من أحلى المجلات اللي الواحد فعلا يعني أراها، وفيها كمية معلومات مفيدة جدا. أولا بتعرف الواحد بتعرف الواحد حتى عن الشخصيات الموجودة في الأوتيل، وفي نفس الوقت ظريفة ولطيفة وكل الشخصيات اللي فيها الحقيقة يعني يحوزوا بتقدير وإعجاب الجماهير كلها بتوع فندق شيراتون القاهرة. أستاذة منى، كلمة توجهيها لإدارة فندق شرطة القاهرة ولنقابة فندق شرطة القاهرة أيضا مختصرة. إدارة طبعا أنا يشرفني ويسعدني إن أنا كنت عضو من أعضاء الستاف بتاع شيراتون القاهرة، سواء الإدارة لأن أنا طبعا في الإدارة يعني لحد ما إدارة كازينو شيراتون القاهرة، وفي نفس الوقت النقابة جميع شخصياتها ممتازين، وإلا ما كناش اخترناهم لأن هم فعلا كفء للمكان بتاعهم. أستاذ عادل، اسمح له هناك الأول بالفوز، وكلمة توجهها أيضا لمجلة قلب الحدث الإعلامية ودورها التنوير والإعلامي، ماذا تقول له رئاسة تحريرها؟ وكلمة أيضا توجهها لإدارة فندق شرطة القاهرة وإدارة نقابة فندق شرطة القاهرة. الحقيقة أحب أشكر مجلة قلب الحدث، لأن برضو بأكد على كلام مدام منى إن هي أنا قريتها كتير، بتعرفنا معلومات كتير عن الفندق، وبتعرفنا معلومات غير برضو بره الفندق، وكمان لما بتكرم شخصيات بتعرفنا ببعض احنا كستاف، وكمان بتفكرنا ببعض الشخصيات اللي توفوا او طلعوا معاش اللي احنا نسيناهم. فبصراحة نشكر المجلة ونشكر القائم على المجلة شكر كبير قوي. كلمة توجهها لنقابة فندق شرطة القاهرة موقعة. النقابة طبعا دول ناس زمايلنا من سنين طويلة، وناس وقفوا معانا في مواقف كتير، واحنا بنكن لهم كل احترام، واحنا زي ما قالت مدام منى احنا اللي اخترناهم، واحنا عارفين ان في مواقف كتير عدت وقفوا جنبينا، وفي مواقف جاية لسه كتيرة اكيد احنا واثقين ان هم مش هيسيبونا يعني كستاف. أستاذ نجدي، مبروك بداية، وكلمة أيضا نفس السؤال توجهها لإدارة فندق شرطة القاهرة ونقابة فندق شرطة القاهرة ولمجلة قلب الحدث ودورها التنويري والإعلامي في هذا الصدد. أولا مجلة قلب الحدث مجلة علمية وثقافية وتعاونية واجتماعية، بتدي لك كل المعلومات عن اللي موجودين حاليا واللي سابقين واللي حتى مشوا من فترات طويلة، وبيهتم بالموظفين واي في مشكله عندهم بتكتبها علشان لو في حد يقدر يحلها ويخلص. كلمه توجهها لنقابه فندق شرطه القاهره موقره. خليكم متعاونين وتعاملوا مع بعض زي ما انتم ماشيين، لان انتوا احنا زي ما قالوا احنا اخترناكم، فانتوا اللي لازم تساعدوا الناس اللي موجودين واللي مشوا، وحتى اي حد يحتاجكم في اي وقت تساعدوه. استاذه منى، كلمه توجهيها للجنه التحكيم الموقره والتي انجزت مهمتها بكل حياديه وشفافيه ونزاهه، والتي كانت مكونه من السيد الاستاذ احمد محمد ندى قسم العياده الطبيه، السيد الاستاذ الهام عبد العزيز قسم العياده الطبيه، السيد الاستاذه هويده منير قسم روم سيرفيس، السيد الاستاذ محمد عبد المعطي قسم الحسابات، السيد الاستاذه جيهان ربيع قسم المغسله، السيد الاستاذ محمد عبد المنعم قسم الحسابات، السيد الاستاذ محمد طه قسم الهندسه، السيد الاستاذ بهاء سابق قسم الحسابات التسليم والتسلم، السيد الاستاذ محمد عادل قسم الكازينو، السيد الاستاذ اشرف نعيم الفنان، السيد الاستاذه عزه سيد قسم الاشراف الداخلي، السيد الاستاذ محمود عز قسم موارد بشريه، السيد الاستاذ محمود مختار قسم روم سيرفيس،
سيد الاستاذ مجدي محمد امبابي قسم الاستعلامات بلمن، سيد الاستاذ هاني بشاي قسم الكازينو، سيد الاستاذ شكري لاشين قسم الهندسه، سيد الاستاذ بلال شعبان قسم الهندسه، سيد الاستاذ حسن عبد الهادي قسم الكوفي شوب، سيد الاستاذ سيد حمدي قسم الامن الصناعي، سيد الاستاذ صباح احمد علي قسم الكازينو، سيد الاستاذ محمد بشير قسم البلمن، سيد الاستاذ نادي يقيم قسم الكازينو، سيد الاستاذ خالد زكير قسم المطبخ، سيد الاستاذ سالم محمد صالح الموارد البشريه، سيد الاستاذ جمال الدين بدر الدين قسم مكاتب علاقه النزلاء، سيد الاستاذ ناصر محمد قسم الشاف الداخلي، سيد الاستاذ مارك مجدي قسم المطبخ، سيد الاستاذ عبد العال حسين قسم الحسابات، سيد الاستاذ حسن هاشم قسم الاستعلامات قسم البلمن، سيد الاستاذ خالد رشاد قسم التجهيز والتحضير، سيد الاستاذه شيرين نسيم قسم التليفونات، سيد الاستاذ حسام سعيد قسم المخازن، سيد الاستاذ امجد جميل قسم الكثير، وكثيرا اختصرناهم ل 33 اسم. كلمه توجهها للجنه الحكم التي شرفت باختيار سيادتك وشرفت بها. الحقيقة أنا مش عارفة أشكرهم إزاي، وبصراحة يعني بجد أنا ما كنتش متوقعة إن أنا ممكن أكسب يعني المركز ده، فبجد شكرا لكل واحد يعني اختارني أنا، يعني أشكره شكرا جزيلا. استاذ عادل كلمه توجهها للجنه الحكم التي شرفت باختيار سيادتك. طبعا انا بشكرهم كتير قوي، لان احنا في شخصيات كبيره احنا قاعدين في البيت ما شفناهمش، ورغم ذلك هم لسه فاكريننا واختارونا، فانا بشكرهم واتمنى ان شاء الله ان هم كلهم برضو ياخدوا الشخصيه المثاليه زي ايضا استاذ نجدي كلمه توجهها للجنه الحكم التي شرفت باختيار سيادتك. هم طبعا لان هم الناس كلهم كويسين، فالواحد يتمنى ان هم الناس كلهم يختاروا كل الناس، لان هم كلهم ناس يعني ما لا غبار على اي حد. استاذه منى لمن تهدي الجائزه وماذا تمثل وتعني لك رغم بساطتها؟ أهديها طبعا لرؤسائي اللي هم يعني كانوا سبب في ان انا اوصل للجائزة دي، ولولادي. استاذ عادل لمن تهدي الجائزه وماذا تمثل وتعني لك رغم بساطتها؟ برضو اهديها زي مدام منى لرؤسائي اللي هم سبب في اللي خلونا كواليفايد في الشغل يعني، وبهديها لوالدي الله يرحمه. الله يرحمه. استاذ نجدي لمن تهدي الجائزه وماذا تمثل لك رغم بساطتها؟ اهديها لاولادي والناس اللي انا اشتغلت معاهم كلهم كبير وصغير، لان ده برضو من سبب اللي الواحد ظهر وبان عليه الحاجات دي كلها، طبعا المساعده بتاعت الناس اللي معاه. استاذه منى ما هي تمنياتك للعام الحالي؟ وكلمينا عن اسرتك واولادك ودراستهم وعملهم ان كانوا يعملون لنعرف مجتمع الفندق بهم. كلمينا عن امنياتك بدايه. امنياتي ان شاء الله اهم حاجة بالنسبة لي ان ولادي اللي لسه في الدراسة ربنا يكرمه كده وينجح ويخش الكلية اللي هو عايزها. كلمينا اسمائهم يا فندم، قلنا اسمائهم. عندي مايكل الكبير بس ده بيشتغل في بنك CIB في الإدارة. عندي الصغير مينا ده في تانية ثانوي، وإن شاء الله ربنا يوفقه كده في الثانوية العامة ويجيب المجموع اللي هو عايزه ويخش كلية اللي هو عايزها. بالتوفيق. استاذ عادل ما هي تمنياتك للعام الحالي؟ وكلمنا عن اسرتك واولادك ودراستهم وعملهم ان كانوا يعملون لنعرف مجتمع الفندق بهم. انا اتمنى ان طبعا عام 2016 ده يكون احسن من الاعوام اللي فاتت، واتمنى ان السياحه ترجع تاني والفندق بتاعنا يرجع ويشتغل، وتبقى الامور الاقتصاديه في مصر استقرت، والامور الامنيه والسياسيه الى اخره يعني. بالنسبه لاولادي لاسرتي، انا عندي 4 اولاد. عندي فيرونيا في ثالثه ابتدائي، وماريا في اولى ابتدائي، وعندي فادي في KG1، وعندي متاوس لسه عنده 6 شهور. ربنا يخليك. استاذ نجدي ما هي تمنياتك للعام الحالي؟ وكلمنا عن اسرتك واولادك ودراستهم وعملهم ان كانوا يعملون لنعرف مجتمع الفندق بهم ايضا. نتمنى يعني ان الفندق يزدهر والسياحه تبقى ترجع على ما كانت عليه، والناس كلها ترجع لحياتها الطبيعيه وتكون سعيده وحياتهم مستقره. بالنسبه لاولادي انا عندي بنتي الكبيره في تانية تجاره جامعه حلوان تجاره خارجيه، وبنتي الصغيره في ثالثه اعدادي في مدرسه في مصر الجديده. ربنا يخليك. استاذه منى تكريما وتخليدا لموظف فندق شطر القاهره السابقين والراحلين اذكري 2 من موظفي الفندق سواء راحلين او سابقين لنذكر مجتمع الفندق بهم وادعو لهم بالسلامه وطول العمر او ادعو لهم بالرحمه. عندي استاذ رأفت رمزي من قسم الحسابات، الحقيقه كان مدير كازينو بنك الكازينو. وعندي الله يرحمه استاذ عدنان أباظة الله يرحمه. استاذ عادل نفس السؤال تكريما وتخليدا لموظف فندق شطر القاهره السابقين والراحلين اذكر 2 من موظفي الفندق سواء راحلين او سابقين لنعرف مجتمع الفندق ونذكر مجتمع الفندق. انا كان عندي المدير الله يمسيه بالخير لسه موجود وعايش، اسمه ألفي عويضه، ده انا بجيب له كل احترام يعني. والله يرحمه برضو كان
في برضه واحد من الزملاء كان عزيز عليا قوي الله يرحمه توفى، اسمه وديع رشدي، فدول اكتر اتنين يعتبر انا بعزهم يعني في المكان. استاذ نجدي، تكريما وتخليدا موظف فندق شرطه القاهره السابقين والراحلين، اذكر اثنين موظف الفندق سواء راحلين او سابقين ايضا لنذكر المجتمع الفندقي. طبعا كان سامر الله يرحمه، ده كان حبيبي وراجل اخلاق الله يرحمه. والموجودين الشيف علي اللي كان بيشتغل في المطعم اللي طلع معاه الشغل. استاذه منى، علقي بالصواب او بالخطا على الحكم والاقوال المأثوره الاتيه: من يذهب الى المحكمه يكسب قطه ويخسر بقره، صح ولا خطا؟ صح. استاذه منى، اذا لم تطع امك فستطيع زوجة ابيك. غلط. استاذه منى، ليس مهم ان تحب، المهم من تحب. صح. استاذه منى، الجاهل يؤكد والعالم يشك والعاقل يتروى. صح. استاذ عادل، علق بالصواب او بالخطأ على الحكم والاقوال المأثورة الاتية: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. طبعا طبعا. استاذ عادل، الاحسان هو ان تصون وجه السائل من ماء المذلة. مظبوط. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية الا وتضيء في ناحية اخرى؟ صح. استاذ نجدي، علق بالصواب او بالخطأ على الحكم والاقوال المأثورة الاتية: لو احب الشيطان لتلاشى الشر نفسه. الملل ليس في العالم بل في الطريقة التي نرى بها العالم. استاذ نجدي، احذر العدو مرة واحذر الصديق 1000 مرة، فربما انقلب عدوا فلكان اعلم بالمضرة. صح. استاذ نجدي، الشجر العاقر لا يقظها احدا بحجر. صح. وفي نهاية الحوار نتوجه لحضراتكم بالخالص التهنئة والتبريكات، ونتمنى كل الخير والتقدم لفندق شرطة القاهرة العظيم، إدارة ونقابة موظفين، وأتمنى الفوز لكل موظف الفندق في الشهور القادمة، وكل التحية لموظف الفندق الشرفاء الحاليين والسابقين، ورحمة الله على الراحلين. وأؤكد لكم أن كل حقوقكم ومكتسباتكم محفوظة ومصانة، ولن يستطيع أحد أيا كان أن يتعرض لها بالسلب، بل أؤكد لحضراتكم جميعا أن مع الافتتاح للفندق ستحل كل الأمور المعلقة بالهدوء والعقل والتريث والاحترام، وعاش الحق ويحيى الشرفاء. وحكمة سنقولها في نهاية الحوار: نحن لا نحصل على السلام إلا عندما نزرع المعروف. لنحصد الشكر مع خالص التقدير، وتحياتي كامل هابيل، رئيس حي قبل الحدث العالمية. برافو برافو.